في خبر صادم هز الوسط الفني والإعلامي، رحل عن عالمنا زوج الفنانة كارول سماحة وليد مصطفى. وليد مصطفى رجل أعمال وإعلامي مصري، وتوفى بعد صراع طويل مع المرض، وغيابه شكل صدمة لكل اللي يعرفوه، وده سواء على المستوى الشخصي أو المهني، خصوصا لكارول سماحة زوجته اللي كانت بتعتبره الظهر والسند الحقيقي في حياتها. هو كان معجب كتير، أنا ما كنتش مركزة في الموضوع، كنت مخطوبة. لخبطت الأمور براسي، بس في شغلة فظيعة فيه لوليد، ما بيحسسك ولا يوم. يعني وليد يجي يكون تعبان يشلح يلبس تيب ويروح على شغله. احنا في مصر لا ينقصنا شيء، احنا عندنا الإمكانيات، عندنا الإرادة، عندنا المواهب. وليد كان عنده 53 سنة وتوفى بعد ما عانى فترة طويلة من مرض سرطان الكلى، المرض اللي بدأ معاه سنة 2018 وللأسف كان من النوع الصعب. بأي لحظة ممكن يعني يكون في شوت، فأنت هيدا الشيء بخليك قلق دائم. عمل كذا عملية وسافر بلاد كتير علشان يتعالج، لكن للأسف حالته فضلت تتدهور وبس. كارول كانت دايما جنبه وسابت كل شغلها وحياتها فترة علشان تبقى معاه، خصوصا وقت ما دخل المستشفى لمدة 4 شهور بسبب ان حالته كانت حرجة. دي كانت تجربة صعبة جدا عليها وأثرت عليها وعلى حياتها النفسية، ده غير انها أثرت على شغلها كمان لأنها اختفت فترة عن الساحة الفنية. حل مشاكلك لحالك، مش ناقصه هموم، بكفي صحته، بكفي هيدول القصص منهم هينين. فعشت 4-5 سنين مرحلة كانت صعبة لإلي، إنه بدي حل مشاكل لوحدي، بدي أحكي فيها مع حالي أو مع أصحابي، لأنه ما بدي أزعج، وأنا حدا مني أناني، يعني بنتبه على مشاعر غيري. أكيد حطيته أولوياتي وأثر على شغلي. وبعد وفاته كارول نعت زوجها بكلام مؤثر جدا على انستجرام وقالت: فقدت النهارده جوزي وحبيبي دكتور وليد مصطفى بعد صراع طويل مع المرض. ما شفتش في حياتي حد بيكافح بالحب والإيمان زيك يا وليد. جسمك راح بس روحك هتفضل دايما معانا، ومش هنسى كلامك ولا وصيتك ليه، وهتفضل نار في قلبي لحد ما نتقابل تاني في مكان ما فيهوش وجع ولا فراق. وخليني أقول لك دلوقتي شوية معلومات عن وليد مصطفى. وليد مصطفى هو رجل أعمال مصري معروف، وهو رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن، وكان مؤسس وشريك في جريدة اليوم السابع المصرية قبل ما ينفصل عنه. كمان هو اللي أسس إذاعة إنرجي في مصر، واللي هي نسخة عن الإذاعة الفرنسية المعروفة. ده غير إنه شريك في كذا مشروع إعلامي تاني، وهو من الناس اللي ساهمت في تطوير الإعلام الخاص في مصر. ده حبيبي وشريكي في تأسيس اليوم السابع من 10 سنين. بس هو انفصل. هو يعني قضى مهمته وباع أسهمه، ودلوقتي عمل راديو جميل جدا إنرجي، يعني بالنجاح والتوفيق. هو إنسان رائع بصراحة. يعني هو صاحب الإذاعة بمصر، عنده توكيل لها بمصر لراديو إنرجي FM، ودايما كان بيهتم بالإعلام الحديث والديجيتال. أما بالنسبة لقصة تعرفه على كارول، وليد اتعرف عليها في البداية في مجال الشغل، وكان مهتم جدا بالمجال الفني والإعلام وقتها، وطبعا هي فنانة معروفة فجمعهم مشروع فني ما هو كان بيشتغل عليه كمنتج أو داعم إعلامي، وده كله تحديدا كان سنة 2007. ووليد من أول لحظة كان معجب بكارول، بس هي كانت مخطوبة وقتها. وحسب كلام كارول فكانت بتقول إنه كل سنة كان بيكلمها ويقول لها: هو أنت لسه مخطوبة؟ ويقفل. السنة اللي بعدها يكلمها ويقول لها: هو أنت لسه مخطوبة؟ ويقفل برضه، لحد الفترة اللي كانت فسخت خطوبتها فيها وكلمها وليد، ومن هنا ابتدت شرارة الإعجاب. ولسه كل سنة يتصل فيا يقول لي: انت لسه مخطوبة؟ اوكي باي باي، يقفل. ده كان نواوي يعني. السنة اللي بعديها: انت لسه مخطوبة؟ باي باي. انا ده مجنون. لا مش طبيعي. يرجع يتصل فيا بقى على 3-4 سنين. بعدين انا ما كان عندي مشاكل كتير وانفصلنا، كنت بقالي فترة لوحدي. بلاقي وليد التقيت معه بمصر، ابتديت احس في انجذاب، وشخصيتنا حد ناجح كمان، ابتدى الحب وكده. ومن خلال الشغل بدأت العلاقة تتطور، يتقابلوا فيحسوا بانسجام وتفاهم. وفي الأول كان في صداقة، وبعدها الموضوع خد اتجاه تاني خالص، والموضوع بينهم بقى قصة حب. وكارول قالت في أكتر من لقاء إن أكتر حاجة شدتها الوليد إنه راجل متفهم، وإنه بيعرف يحتويها، ودي أكتر حاجة كانت فارقة معاها، لأنها كانت محتاجة راجل يفهم طبيعة شغلها. ورغم إن في فرق جنسية، فهي لبنانية وهو مصري، وكمان في فرق سن لأن كارول أكبر منه بحوالي 5 سنين، ده غير طبعا فرق الديانة لأن كارول مسيحية وهو مسلم. بس كل ده ما كانش عائق ما بينهم، بالعكس حسوا انهم قريبين جدا، وده خلى العلاقة تتحول لجد. كتير حكينا واتفقنا على كل اشياء، ولو ما كنت متأكدة من طريقة تفكيره انه انسان منفتح ما كنت قبلت اني اتجوز. ويعني وهو كمان حس انه انا وياه في تفاهم، في صلة تواصل، لانه وليد ده مسلم حقيقي صالح. يعني انا فرجاني وليد كل شيء حلو، لانه هو شخص حلو.
وفرجاني كل المزايا الحلوة بالمسلم الحقيقي. واتجوزوا جواز مدني في أكتوبر 2013 في قبرص، والفرح بتاعهم كان بسيط وما كانش إعلامي خالص. كارول كانت عايزة تحافظ على خصوصية اللحظة دي، وعلشان كده ما عملوش ضجة، وخلفوا بنت واحدة اتولدت في 31 أغسطس 2015. وليد كان الزوج الأول في حياة كارول، لكن كارول كانت الزوجة الثانية في حياة وليد. وكارول بتحاول دايما إنها تحافظ على خصوصية بنتها وما بتظهرهاش كتير للإعلام. ومن الحاجات الجميلة اللي كانت بتقولها عن زوجها الراحل وليد إنه كان دايما بيحسسها بالأمان، وكان هو المصدر للأمان في حياتها. أي نعم ما كانوش بيظهروا كتير في الإعلام، بس لما كان حد فيهم بيظهر كان بيبان قد إيه التفاهم والحب ما بينهم. أنا في شغلة ذكية كانت عند وليد، فهم وليد من أول يوم إنه أنا ما بحب حدا يخنقني. طب هل كان في مشاكل أو إشاعات عن العلاقة دي؟ خليني أقول لكم إن طول فترة جوازهم ما كانش في إشاعات كتير، هم كانوا محافظين على العلاقة دي بعيدة عن الدوشة. لكن في 2020 طلعت إشاعة إنهم انفصلوا، لكنهم نفوا الكلام ده وما أكدوهوش. من أول يوم اتجوزنا ونحن منفصلين بالنسبة إلهم. يعني ممكن يكون حسد، ممكن يكون مش مصدقين العلاقة. وكارول قالت في أكتر من لقاء إن علاقتها بوليد مبنية على الصداقة الحقيقية أكتر من الحب. يعني هما الاتنين بيتكلموا مع بعض في كل حاجة، بياخدوا رأي بعض في الشغل وفي الحياة وفي تربية بنتهم. وقالت برضو إن وليد بيعرف يحتويها، وإن ده أهم حاجة بالنسبة لها، لأنها فنانة حياتها فيها ضغوط وسفر وشغل كتير، وده تحديدا اللي لقيته في وليد. ومن الحاجات اللي وضحتها كارول برضو إن هما الاتنين عاقلين وراسيين، وده اللي خلى العلاقة تبقى مستقرة من غير مشاكل أو دراما علنية. كان في عنا حماس متبادل لأنه يكون انرجي له تواجد بمصر، فأنا كنت كثير مبسوطة إنه هالحلم ابتدى عنده من 2007 وحققه بعد 10 سنين. وليد دايما إذا عنده شيء بده يحطه براسه لو أخذ كثير وقت إلا ما يرجع يحققه. طب هو احنا ليه ما كناش بنشوفهم كتير مع بعض؟ ده لأن وليد مش من الأزواج اللي بيحبوا يظهروا في الإعلام، وكارول كانت بتحترم ده جدا، فعشان كده ما كناش بنشوفهم كتير في لقاءات مع بعض. وده ما كانش معناه إطلاقا إن هم ما كانوش قريبين من بعض، هم بس كانوا بيحبوا الخصوصية شوية. وناس كتير كانت بتعلق كتير على موضوع فرق السن ما بينهم، لكن كارول كانت بترد على الموضوع ده وتقول أنا قابلت رجالة كتير أكبر مني بس ما كانوش ناضجين، وأي نعم وليد أصغر مني بس هو أكتر راجل ناضج أنا شفته في حياتي. بس هلأ حلوة بس الحياة تكون فيها مشاركة بين شخصين عن جد ماسكين إيدين بعض وعم بيساندوا بعض. أنا أول مرة فعلا بحس إنه في رجال ما رح أقول قد رجال بكل معنى الكلمة. ولو هنختصر العلاقة بين وليد وكارول فهنقولها في جملة قالتها قبل كده في لقاء إعلامي: وليد مش بس جوزي، ده صديقي وسندي وبيفهمني من غير ما أتكلم. كمان كارول قالت إنها مش غيورة ولا وليد غيور، وده ساعدهم على استقرار علاقتهم. أما طبيعة علاقتهم ببنتهم فبتعكس كمان قد إيه العلاقة ما بينهم كانت قوية. فكارول كانت دايما بتقول إن وليد كان أكتر أب حنون وإنه بيحب يشارك وقت مع بنته. ويمكن من أكتر الحاجات اللي نجحت العلاقة دي إن الناس ما كانتش مركزة معاها وما تعرفش تفاصيل عنها. وكارول كمان من أشطر الناس في إنها كانت توازن بين حياتها الفنية وحياتها العائلية. وخليني أقول لكم إن ده مش بيحصل غير لما يكون جوزها كمان هو بيساعدها في الشيلة دي، وده بالظبط اللي هي كانت بتقول إن وليد بيعمل. هم أي نعم ما كانوش بيتكلموا كتير عن تفاصيل حياتهم، لكن كارول قالت قبل كده إنه دايما بيفاجئها بهدايا أو رحلات، وده بيخليها تحس إنها محبوبة أو متقدرة. وقالت في لقاء قبل كده: أنا كنت فاكرة إني مش هتجوز، بس وليد غير لي فكرتي، حسيت إني مش لوحدي وإنه في ورايا راجل جدع. وفي النهاية بنودع وليد مصطفى اللي ساب بصمة كبيرة جدا في عالم الإعلام، وكان دايما داعم وسند لمراته الفنانة كارول سماحة، وكل الناس اللي نعته بينوا قد إيه كانوا بيحبوه وقد إيه كان هو شخص كويس. يمكن وليد مصطفى غاب بالجسم، لكن أثره وحبه للي حواليه هيفضل في كل قلوبهم. ربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله.